الملكة رانيا بتتصدر الترند بعد كل حاجة بتعملها تقريبا، وساعات كتير بيكون ده بسبب إطلالاتها المميزة اللي بتبهر العالم كله بيها. وبالرغم من إنها ملكة، بس هي مثال عظيم في العطاء والتفاني في تربية أولادها بطرق عصرية، وفي نفس الوقت محتفظة بالعادات والتقاليد. الملكة رانيا هي زوجة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن. بس تفتكروا كانت شغالة إيه قبل جوازها من الملك؟ وإيه سر منع خدم القصر من دخول أوضة نومها؟ تعالوا نحكي لكم شوية أسرار هتعرفوها لأول مرة عن الملكة رانيا بالتفصيل. الملكة رانيا رغم إنها من العيلة المالكة في الأردن وعندها مسؤوليات كتير، ولكنها أم وبتقوم بدورها على أكمل وجه، وبتدير بيتها وبتخدم ولادها وتعلمهم بنفسها من غير أي تدخل من خدم القصر. وده اللي شفناه في كتير من الصور والفيديوهات اللي بتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن الأسرار اللي محدش يعرفها إن الملكة رانيا منع الخدم من دخول أوضة نومها وأوض أولادها. بس يا ترى ليه؟ إيه سر منع الخدم من دخول الأوض نهائي؟ اتضح إن الملكة رانيا منع الخدم من دخول الأوض علشان كل واحد يعتني بنفسه ويرتب مكانه، وتكون الأوض مسؤولية أصحابها، وعلشان تربي ولادها على الالتزام وتحمل المسؤولية، مش عشان قلة ثقة في الخدم. وفي كتير من الحوارات قالت خلالها الملكة رانيا إنها تؤمن تماما بأن الدرع لوقت الزمن ده هو غرز القيم والأخلاقيات السليمة في الأولاد، سواء الصبيان أو البنات. وأحلى حاجة إنها دايما بتكون حريصة على لمة العيلة والضحكة اللي من القلب، اللي كتير من الأسر افتقدتها بسبب الضغوط اليومية والتكنولوجيا الحديثة اللي بعدت كتير مننا عن لمة الأسرة. وكمان عندها ممارسة الرياضة مع ولادها حاجة مهمة جدا، ودايما بتدعمهم في كل أنشطتهم علشان تقوي ثقتهم في نفسهم في كل مراحلهم المختلفة. طب تفتكروا الملكة رانيا كانت شغالة ايه قبل الجواز؟ وازاي اتعرفت على الملك عبد الله الثاني؟ الملكة رانيا حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة سنة 1991، وبدأت حياتها العملية في البنوك في الأردن، وبعدين اشتغلت في مجال التكنولوجيا والمعلومات سنة 1922. وأثناء تواجدها في حفل عشاء في عمان شافت الملك عبد الله الثاني وأعجب بيها من أول نظرة. وسنة 1993 اتجوزت الملكة رانيا والملك عبد الله الثاني في الأردن، وخلفت 4 أولاد، وهم الأمير حسين، الأميرة إيمان، الأميرة سلمى، والأمير هاشم.